حبايب قلبي هنعمل تكات السمك الشويه. اول حاجه حمايه الفرن زي ما انتم شايفين كده. بعد كده معايا هنصلح الفرن ونمسحه مسحه كويسه عشان ما يكونش فيه اي حاجه في ارضيه الفرن. هنمسح مسحه كويسه كده الفرن ونسمي الله يا ست الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيبي يا رسول الله. لازم نمسح الفرن بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده اهوت يا ست الكل. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي معايا الرده بتاعه القمح بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده لشويه السمك بتاعتنا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يكبر بخاطركم ويسعد ايامكم دايما. وده معايا السمك بتاعي للشويه زي ما معايا بقى مطرحه زي ديت كده هنرص عليها. ولو ما هيش متوفره عندك بتعمليه ترصيه على طبق زي دي كده. ولازما الواحده الشاطره حبيبه قلبي ما بتوقفش قدام مني اي حاجه. لازما نتصرف ونشوي شويه البيت حلوه عندك. وضفته كده ونجيب المطرحه التانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبيبي يا رسول الله. بنتي اهيت عشان ان انا اعلمها شويه السمك ازاي. لازم ان هم يشتغلوا مع امهاتهم كل حاجه. كل واحده لازم تشتغل وتساعد مامتها في شغل البيت. مش عيب ومنك ان انت تطلعي بنتك تكون شاطره زي ما انتوا شايفين كده اهوت. زي ما انت شايفه كده يا حبيبي دي طريقه شويه السمك بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده بخلص كميه السمك بتاعتي وبخلصها. وزي ما انتوا شايفين كده الجمال والحلاوه وحاجه نظافه في قلب بيتك يا ست الكل. انت عجبني في تقليب السمك ولا في